مرحبا أعزائنا المتابعين. في ظل الأحداث المتسارعة لتغيير الموازين في سوريا، ومن قلب الأحداث الدائرة اليوم في شمال وشرق سوريا، تعددت الأدوات التي تستخدم لاستهداف الاستقرار والوحدة بين الشعوب في المنطقة. فواحدة من أبرز هذه الأدوات هي الفتنة العربية الكردية التي تغذيها قوى معادية تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة، كما تهدف إلى زرع الفتنة بين الشعوب التي تتقاسم هذه الأرض معاً، وتوظف وسائل الإعلام المضللة والأكاذيب لزيادة التوترات في المنطقة، إلى أن هذه الحرب الخاصة تعد جزءاً من مخطط أكبر لا تستهدف فقط تقسيم الشعب السوري، بل يمتد لتشمل تهديداً مباشراً لمشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية الذي يسعى إلى بناء نموذج حياة يعتمد على التآخي والمساواة بين جميع الشعوب في المنطقة. في هذا السياق أيضاً تلعب الدولة التركية دوراً رئيسياً في تصعيد هذه الحرب الخاصة عبر سعيها لإجهاض هذا المشروع الديمقراطي الذي يعتبر تهديداً لنظامها القائم وتحقيق أطماعها التوسعية في المنطقة. كما يستغل المجلس الوطني الكردي كأداة في تعميق الانقسامات الكردية الداخلية وتعزيز التدخلات الخارجية، مما يضعف الموقف الكردي الموحد في مواجهة التحديات في يومنا الراهن. ورغم هذه الصراعات والأجندات المختلفة، تظل الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية في طليعة المقاومة، فالنموذج الذي تقدمه الإدارة الذاتية يظهر إمكانية التعايش والتفاهم بين كافة الشعوب في سوريا بمختلف الأديان والمعتقدات والأثنيات والثقافات في مواجهة محاولات تدمير هذا النموذج وفرض الانقسامات. في برنامجنا عين على الحقيقة سنسلط الضوء على حقيقة المجريات في هذه المنطقة. سنتناول معاً أبعاد الحرب الخاصة في المنطقة، أدواتها والجهود المبذولة من أجل الحفاظ على الاستقرار وبناء مجتمع ديمقراطي يعكس تطلعات شعوب سوريا وشعوب شمال شرق سوريا. فالإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية أكدا نجاحهما كنموذج إداري ونموذج عسكري. فالإدارة الذاتية الديمقراطية نجحت في إنشاء نموذج إداري يتيح لجميع المكونات المشاركة في صنع القرار. يهدف هذا النموذج إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز التعايش بين الشعوب. ورغم التحديات، أثبتت الإدارة الذاتية قدرتها على الحفاظ الاستقرار النسبي في المنطقة. وقد أيضاً تعتبر القوة العسكرية الرئيسية التي حاربت التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي، وحافظت على أمن المنطقة. تواجه اليوم قسد حملات تشويه ممنهجة من قبل الأطراف المعادية، لكن دورها الفاعل في محاربة الإرهاب وحماية السكان جعلها رمزاً للصمود. فالحرب الخاصة اليوم في شمال وشرق سوريا لها أبعاد وأدوات مختلفة. سنتناول بداية موضوع الفتنة العربية الكردية. تعتبر الفتنة العربية الكردية إحدى أبرز أدوات الحرب الخاصة التي تستخدم اليوم في شمال وشرق سوريا، حيث تعمل القوى المعادية على تغذية التفرقة بين العرب والكرد من خلال نشر الأكاذيب والشائعات التي تهدف إلى زرع الشكوك وتعميق الخلافات. يتم ذلك عبر وسائل الإعلام وحملات الدعاية التي تصور الكرد على أنهم يسعون إلى مشروع انفصالي، والعرب على أنهم عقبة أمام الديمقراطية والتعايش. تسعى هذه الجهات إلى استغلال بعض الأحداث أو الخلافات المحلية لتصعيد التوترات بين المكونات، متجاهلة حقيقة أن مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية
يسعى إلى التآخي والتعايش المشترك بين جميع شعوب المنطقة على أساس الاحترام المتبادل والمساواة. ثانياً، غاية الدولة التركية وأطماعها اليوم في المنطقة وفي سوريا خصوصاً. اليوم تلعب الدولة التركية دوراً مركزياً في تصعيد الحرب الخاصة في شمال وشرق سوريا، حيث تهدف أنقرة إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، منها 1. القضاء على مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية، حيث أن تركيا ترى أن الإدارة الذاتية تشكل تهديداً لنظامها المركزي القائم على أساس الاضطهاد والإنكار القومي. تحاول تركيا إضعاف هذا المشروع لأنه يمثل نموذجاً ديمقراطياً يمكن أن يلهم المجتمع الكردي داخل حدودها. 2. احتلال المزيد من الأراضي السورية. اليوم تركيا تسعى إلى إعادة إحياء أطماعها التوسعية في المنطقة، بما في ذلك فرض سيطرتها على مناطق استراتيجية في الشمال السوري. 3. إحداث التغيير الديموغرافي، حيث تعمل تركيا على تهجير السكان الأصليين من المكونات الأساسية الكرد والشعوب الأخرى واستبدالهم بمجموعات موالية لها من أجل تغيير البنية السكانية لصالح أجنداتها السياسية. ثالثاً، دور المجلس الوطني الكردي في هذه الحرب الخاصة. يلعب المجلس الوطني الكردي دوراً مزدوجاً في هذه الحرب، فبينما يفترض أن يمثل مصالح الشعب الكردي، فالعديد من الأطراف أثبتت تعاون المجلس الوطني الكردي مع تركيا، وأكدوا على قيامها بتنفيذ أجنداتها في شمال وشرق سوريا، حيث يستغل المجلس الوطني الكردي كأداة لتعميق الانقسامات الكردية الداخلية وزعزعة الثقة بين المكونات، مما يضعف الموقف الكردي المشترك في مواجهة الأطماع الخارجية. من خلال تقديم المجلس الوطني الكردي نفسه كبديل للإدارة الذاتية، يساهم في تشتيت الجهود الرامية إلى تعزيز مشروع الأمة الديمقراطية، مما يجعله عنصراً فعالاً في هذه الحرب الخاصة التي تستهدف المنطقة. وأخيراً، إن الحرب الخاصة في شمال وشرق سوريا تعد جزءاً من مخطط أكبر يهدف إلى زعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة وضرب مشروع الأمة الديمقراطية. يتطلب التصدي لهذه الحرب وعياً شعبياً مشتركاً وتكاتفاً بين جميع الشعوب في المنطقة لإفشال هذه المخططات التي تسعى إلى بث الفتنة والتفرقة. فالإدارة الذاتية وقسد تشكلان نموذجاً للمقاومة والإصرار على بناء مجتمع ديمقراطي يراعي جميع الحقوق دون استثناء. وشكرا.